أنا عشان أنا تاجر وفي محل أستغل الناس وأبيع وخلاص؟ هشارك معاكم موقف حصل مع زبونة جاية تشتري حاجة عروسة، فعاوزة كيلو سلك وعايزة كرتونة صابون بريحة وعاوزة إزازة باور وعاوزة. وقفت معايا عند كيلو سلك بس ما يكونش أهم حاجة ما يصديش. فبقول لها يا حاجة هي لسه عروسة، كيلو سلك هتعملي بيه إيه؟ كيلو سلك كتير قوي، هتلعب 10 جنيه. قالت لي أنت عايزة الناس ياكلوا وشي؟ قلت لها يا حاجة ياكلوا وشك ليه؟ هي هتاخد كيلو هيصدى عندها وهيتبهدل وهي لسه عروسة. وبعدين يا حاجة كرتونة صابون إيه اللي فيها 48 قطعة بعيد عن تمنها قد إيه 500 ولا 600؟ ليه؟ هي عايزة باكت فيه 4 صابونات بس. أنت يا حاجة الصابونة هتقعد عندها، الصابونة الواحدة هتقعد عندها على الحوض شهر. والناس المتجوزين جديد فاهمين كلامي. ليه بنشق على نفسنا؟ ليه بقت نظرة الناس مهمة بالنسبة لنا؟ عشان فلان ما يقولش عليا حاجة أو يبص لي بصة وحشة السجن واتبهدل واتدين. واحد يجي لي مكان شغل أو يجي لي عند بيت يقول لي هات الفلوس اللي عليك. ليه معيش على قدي؟ ليه معيش على قدي؟ وباور ليه؟ هي هتعمل بقى الباور هي لسه عروسه. ناس هتقول لي انت مالك، انت بيع وخلاص. يا جماعه انا مش عايز اشق على حد، واحنا بنساعد بعض وبندل بعض. ليه بقت نظره الناس مهمه قوي كده؟ اتمنى ان تكون الرساله وصلت ومحدش يزعل مني. ولو حد موافقني الراي او مخالفني الراي يقول لي في الكومنتات، نتبادل مع بعض الافكار. وصلى على النبي.